إنتاج طفلة ل3 أعوام ونصف تعرضت للاعتداء داخل حضانة أبناء الأزهر بالملك. هتكون معانا أم ريتاش لتحكي لنا تفاصيل الواقع. الحكاية بس من أولها، أنا وديت بنتي حضانة. دي أول مرة تروح الحضانة. وديتها يوم الأحد، البنت قعدت تعيط وتصرخ مش عايزة تروح. فماشي أوكي ماشي، قلت عشان يمكن أول يوم حضانة وكده. رجعت وديتها بقى، أجزتها يوم الاثنين ووديتها يوم الثلاث من الساعة 9 للساعة 1. جيت أخدها على الساعة 1. الميس بتاعت الحضانة قالت لي هي ما حضرتش وقعدت بره. قلت لها برضو مش مشكلة، المهم إنها تحب الحضانة، مش مهم تحضر أو تكتب أو كده. روحنا وكده، البنت تصرخ واوا واوا، مش عارفة تعمل بيبي من الواوا اللي فيها. فقلت أشوفها في إيه وأشطفها وكده. فبشوف بنتي، لقيت البنت متعورة من بره، ولقيت نقطتين دم بالظبط في العضو بتاعها من تحت. فبسأل البنت في ايه يا حبيبتي، واوا بتصرخ وقافله رجليها، مش عايزه تحكي لي ومش عايزاني اجيب سيره الموضوع. طب يا حبيبتي ماما قولي في ايه. وقعدت اهديها واطمنها، قولي ايه اللي حصل، مين عورك عشان اضربهولك، عشان اجيب النمله تعضه كده. فبدات البنت تقولي طب ماما الشيخ. قلت لها ايه؟ قالت لي الشيخ عمل لي واوا. الجيران معايا، ورحت المستشفى، عملت كشف ناس عشان اطمن على بنتي. الاول كل الناس في ذهول، طفله كشف النساء ازاي؟ المهم عملنا الكشف، الدكتور شافها، دكتور ودكتوره شافوها في مستشفى المطريه. قال لي البنت الحمد لله الغشاء سليم، بس في اثار من بره كده مطرح الاحتكاك، ويعني في اعتداء حصل، بس الحمد لله الغشاء سليم. بس يا نورو حبيبي استني. فطلعت على طول على المحضر عشان اعمل. الاول قلت لهم انا عايزه ورقه تقرير، قالوا لي لا مش هينفع عشان انتي بالليل. فقلت اطلع على المحضر اعمل اثبات حاله باللي حصل ببنتي. طلعت على الاسم طبعا، رحت وقلت اللي حصل وعايزه اعمل محضر يا جماعه وكذا كذا. برضو الناس في ذهول، ازاي ويعني ايه وطفله رحت خدوا الاقوال مني، وبعدين خدوها من البنت وقبضوا عليه وجابوه وعملوا عرض للبنت. البنت اختارته، كان واقف وسط ثلاث رجاله تقريبا، مش فاكره 3، والبنت اختارته وشاورت عليه. واخد كفاله على ذمه التحقيق، دفع كفاله مش عارفه 2000 جنيه تقريبا على ذمه التحقيق. هو بقى من ساعه ما خرج قاعد يتعاطف، ياخد تعاطف الناس لمجرد ان هو امام جامع. كل اللي عنده هو بيقولوا انا امام جامع. فالناس بدات بتلوم عليا انا، ان ازاي انت تقولي كده. قلت له عندكم الطفله، طب قولوا لها ايه اللي حصل وهي تقول لكم. الفكره مش في امام جامع، احنا الفكره في شخص. انا بشتكي الشخص صاحب الحضانه، انا ماليش دعوه هو امام جامع، هو قسيس في كنيسه، هو دكتور، هو ضابط، انا ماليش دعوه هو ايه. انا بنتي حصل لها كده في الحضانه ومنه وشاورت عليه. وهو انا ما فيش بيني وبينه عداوه، ولا هو يعني هو حتى اتسال في التحقيق قال ما فيش بيننا عداوه. ف انا يعني هقول حاجه زي دي ليه؟ يعني انا بنتي حصل لها كذا وجت تقول لي كذا، والتقرير في المستشفى كذا، والدكتور في المستشفى قال لي برضو كده. انا ما كانش قدامي حاجه غير اني اروح اعمل محضر وعايزه حق بنتي. انا مش عايزه حاجه غير حق بنتي، ومش بنتي بس، انا بنتي الحمد لله سليمه وفي حضني. انا بنقذ الاطفال التانيه. انا بنتي يعني مش اول واحده ومش هتبقى اخر واحده. لازم يكون في عقاب قوي لاي شخص يعني شاذ. اصل ده شذوذ، دي مش حاجه. اي شخص دماغه ملخبطه، معرفش بياخدوا ستروكس ولا معرفش بياخدوا ايه، يبقى عارف انا لو عملت حاجه زي دي هيبقى في اعدام، اللي هو عمره ما هيقرب. انما هم بيختاروا الطفل الصغير اللي مش هيعرف يحكي، بيختاروا الطفل الصغير اللي مش هيعرف يتحرك ولا يستنجد ولا يهرب منه. انا
بنقذ اطفال تانية غير بنتي. انا بنتي خلاص الحمد لله سليمه وفي حضني. انا عايزه حقي.